السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم إطلاق الوجبة الخامسة المصادف 18/9/2. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. لاحظوا الإخبار إلى النهاية. الآن احنا اكتشفنا أكثر من 181 ألف متجاوز على الشبكة. 181 رقم أكثر، يعني قد يصل 182 181. رقم قوي. شنو طبيعة عملهم؟ شنو وضعهم؟ حالتهم المادية؟ طبعا أنواع مختلفة. بعضهم تجار مثل ما ذكرت حضرتك، أصحاب أملاك، أصحاب سيارات حديثة ومتطورة، يعني العشرات مثلا من يمتلكون السيارات اللي أسعارها 40,000 و50,000 دولار و100,000 دولار. هاي عندهم طبعا. ويستلم راتب 200,000 أو 250,000 رعاية اجتماعية. طبعا احنا وفق القانون أن يملك بيت لا يعني أنه فوق خط الفقر. احنا نعم. يملك بيت، طبعا بيت متواضع أكيد. نعم. يملك بيت لكن ما يملك أي راتب أو دخل، يعني لا يشتغل بالقطاع الخاص ولا عنده راتب من الدولة، فهذا ممكن أن يشمل. لكن لما تجي تلقى ناس عندها مو بيوت، قصور، وتلقى عندها بيتين وثلاث بيوت. زي شو يسوي بال200 معاليك؟ يعني ترى ما تفرق. سامحنا الأعذار مالتهم. أي شنو أعذارهم؟ يقول بنزين للسيارة مثلا. اي والله. واحد يقول حصتي من النفط، واحد يقول حصتي من هاي الحكومات اللي كل شيء منطتني، وذولي هاي ثقافه شائعه بس آلاف. هاي تجاوز على المستحقين نفسهم. سمعت الرقم، العدد للمتجاوزين. اما ايش قد يكلفون الدوله سنويا؟ ايش قد؟ يكلفوننا 200 وتقريبا 72 مليار دينار سنويا. زين. ايش قد الرقم بالضبط؟ 272 مليار 72 سنويا مليار لدول 181. وانا اعتقد واقولها على الهواء، استمرارنا في تطبيق المعايير سنكتشف ما لا يقل عن هذا الرقم المكتشف.